السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل التونة، هنعملها بطريقة جميلة قوي زي المصانع، وتطلع كمان أحلى من المصانع لأن احنا هنعملها في البيت، هتطلع جميلة قوي. هنجيب سمكتين مكاريل، ولو جبتي سمك تونة كمان أحلى من المكاريل. هنغسل السمك كويس قوي، وبعد كده نشيل الدماغ منه ونقطع كل سمكة على 3 قطع. بتغسليها حلوة قوي من الدم اللي فيها وتنضفيها كويس قوي. قطعنا السمك خلاص كده على 3، كل واحدة على 3، ونجيب حلة بقى ونحط فيها معلقة كمون، ونحط فيها شوية فلفل اسود حصى، ورق لورو، ونحط 4 كوبايات مية، ونجيب ليمونه ونعصرها عليها ونحطها على النار تغلي دقيقتين كده، ونحط كمان 3 فصوص حبهان، تاخد وتدي مع بعضها كده تغلي دقيقتين او 3، وبعد كده نبدأ نحط السمك المكاريل فيها كده. بنحط الحبهان هتغلي معانا دقيقتين، وبعد كده نحط فيها سمك المكاريل. احنا بنخليها تغلي الاول دقيقتين عشان التوابل تستوي مع بعضها. هي 7 دقايق بس. بعد ما احط السمك اروح طافيه عليها على نار عاليه، ولا وطي النار ولا حاجه، طريقه سريعه جدا. خلاص استوى معانا اهو، شايفه مستوي اهو. ابدا بقى اشيله، اسيبه بقى يبرد، وبعد كده ابدا طبعا الميه بتاعته دي مرميهاش لان انا هستخدمها دلوقتي، تعتبر الشوربه بتاعتها. ابدا بقى بالسكينه كده، وانا بوريكم دلوقتي هو استوى. ابدا اقشر بقى القشره بتاعته السودا اللي فوق دي. خلاص قشرناه، هنبدا بقى نشيل الشوك. هتلاقي فيه شوك رفيع، وفي السلسله بتشيليها، وفي شوك رفيع كده تشيليه، ما تسيبيش ولا شوكه. نضف معاكي في منتهى السهوله وما بياخدش وقت ولا حاجه. نبدا بقى نجزئه زي ما انتم شايفين كده. انا سبته طبعا لما برد وهدي. بعد كده بقى نجيب بطرمان، هنجيب علبه الاول نحضر المحلول بتاعها. هنحط نص كوبايه خل، ونحط عليها نص كوبايه زيت برضو، دي اقل من نص بحاجه بسيطه قوي. ونجيب ليمونتين ونعصرهم عليها، نشيل منها البذر. ده المحلول اللي احنا هنغطي بيه سمك التونه في البطرمان. بنجهزه، وبعد كده نبدا نحط السمك في البطرمان وهنحطه عليه. نعصر الليمون ونشيل منه البذر عشان ما يمررش بس السمك. وانا حضرت قرنين فلفل، كان ما عنديش احمر الا 1 احمر بس، فحطيت مع 1 اخضر. ببدا بقى احط 6 معالق زي ما انتم شايفين كده من الشوربه بتاعت السمك عليها، واحط معلقه ملح، وابدا بقى احضر البطرمان زي ما انتم شايفين. طبعا اكون معقمه البطرمان كويس. ده بطرمان كان عندي بتاع مربى، عقمته كويس وبدات احط فيه السمك زي ما انت شايفه كده. وبحضر كام ورقه لورو، ابدا احط بقى شويه من المحلول، وتحطي بقى ورق اللورو. بس انا افتكرت ورق اللورو بعد ما قرب ما جيت اخلص السمك وانا بحطه، فحطيته برضه. حطيت قرنين فلفل زي ما انت شايفه كده، 1 احمر 1 اخضر. وبعد كده افتكرت بقى حكايه الورق اللورو، بقيت احطه وازقه بقى بالسكينه عشان طبعا يبقى تحت كل السمك اتشرب منه، تحت وفوق يبقى متشرب منه كويس قوي. بعد كده ابدا احط بقيه السمك. تبداي بقى تحطي المحلول بتاع المحلول ده، حاطه فيه معلقه ملح. وبعد كده ابدا احط الشطه على الوش كده، حابه تحطي شطه حطي، مش حابه براحتك. وبعد كده اقفله اهو كده، خلص معانا اهو. تبداي بقى تقفليه وتحطيه بقى في التلاجة يبات لتاني يوم او تالت يوم، وتبداي تاكلي منه. هو الليله واحده بس عشان يشرب ملح وتوابله، هتلاقيه جميل قوي. بالهنا والشفا.